كلام بكلام وإيه يعني؟ كلام بكلام وإيه يعني؟ من اللي جمر الصبر من تحت ولعني. ورحت للعطار سقاني من الكاس وشبعني. وبعد ما رجعت من عنده زاد الجمر ولعني. كلام بكلام وإيه يعني؟ من اللي جمر الصبر من تحت ولعني. ورحت للعطار سقاني من الكاس وشبعني. وبعد ما رجعت من عنده زاد الجهر ولعني. والشكوى زادت للبشر وقالوا لي ايه يعني؟ ولا حد دلنا على الطريق الصح، ولا حد شجعني. وبعد ما ابدأ نقطة بداية انا القلق اللي رجعني. وتعبت ومليت واتمنيت اني لا رحت ولا جيت. انا معقولة نبقى كده؟ ده انا كنت زهرة البيت. ياه، دي جيراني واصحابي عملولي حواديت. معقول يحصل كل ده علشان اتغيرت وفكرت وحبيت؟ بقى جسم هزيل بعد ما كان العضل فاتل وفتيل. طب دلوقتي قولولي انا احكي لمين؟ ما انا مشكلتي عويصة، ما انا واحد بيحب اتنين. الاولى قريبة مني من يجي سنتين، والتانية لا شفتها ولا اعرف حتى بتسكن فين. ما انا عامل زي اللي شايل قفة بودنين. وقفت كتير قدامها ومحتار اشيل من الودن الهين. وفي لحظات بتمر عليا بيتهيألي اني بشيلها من الودنين. يا اهل الحكم تعالوا ساعدوني. يلا قولولي، ينفع واحد يحب اتنين؟ رد الأول قال لي إما تكون من كوكب تاني أو إما تكون زي المجانين. ورد التاني وقال لي كلام زي النيلة وزي الطين. ورد التالت قال لي خلي الحكم في آخر ورقة في زهرة ياسمين. وأنا بقول بس خلاص انت وهو. قال ايه؟ بيقول مجنون، والتاني بيقول لك طين. شكلكوا كده ليه المشكلة مش فاهمين ومش عارفين. انا نفسي في كلمة حكيم تجمعني ويا الاتنين، وانا هستنى لو سنة او سنتين او حتى سنين. بس الحل اني اكون وسط الاتنين. قفة بودنين كان هو عنوان هذه القصيدة التي كتبها سامح المصري، وقدمها إليكم بالإلقاء سامح المصري. أتمنى أن أكون قد وفقت في كتابة هذه الأحاسيس وهذه الكلمات، كما أتمنى أيضا أن أكون قد وفقت في إلقاء هذه الأحاسيس
وفي النهاية لا أسع إلا أقدم إليكم شكري وتحياتي سامح المصري.